بيبدأ الجزء ده مع ماسيمو اللي شكله مش في حالة كويسة خالص لأنه واقف على قبر لولا وزعلان، وكمان صاحبتها باين عليها الزعل قوي، ما بقتش فايقة لشغلها وحياتها، وناتشو وأبوه واقفين في نفس المكان مستنيين ماسيمو. ناتشو واقف ساكت خالص، وأبوه هو اللي بيتكلم، بيقول لماسيمو أحسن حل دلوقتي إننا ننسى أي حاجة حصلت في الماضي، لأن لو كملنا في المشاكل وفضلنا ضد بعض إحنا الاتنين هنزعل ماسيمو. قال له إزاي؟ أنت شايف اللي حصل ده ممكن يتنسي يعني؟ وانكم تاخدوا حبيبتي علشان تضغطوا عليا وتخلوني اسيب لكم حاجات في الشغل، واتفقتوا مع اخويا التوأم يعمل الفيلم ده مع البنت اللي بتحبني، وده سهل الموضوع اللي عمله ابنك وخلى لولا تصدق وتمشي وتختفي معاه، وده كان السبب اللي خلى ناس زي دي تستغل الموقف ويحصل اللي احنا فيه دلوقتي ده. وهو يقصد اخوه التوأم والبنت اللي كانت بتحبه، وان اللي حصل فتح لهم سكة للمصيبة اللي عملوها، وانت جاي دلوقتي وتقول لي ننسى اللي حصل؟ فقال له انه اي شغل كان بينا دلوقتي انساه، مش هتكون موجود معايا في اي شغل انا موجود فيه، وخد الناس اللي معاك دي وامشي من هنا. عايز اقولك بس انك لو نسيت تعمل اشتراك، لو سمحت اعمل اشتراك في القناة، وكمان فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير الفيديو مع صحابك، وما تنساش تقولي رأيك في الفيلم في الكومنتات. وطول الوقت ناتشو واقف عمال يبص له ومش بيتكلم لانه ملهوش عين يتكلم معاه، وهم دلوقتي هيمشوا علشان شايفين الحالة اللي هو فيها دلوقتي. وماسيمو مشي ورجع تاني القبر لولا، بس على طول أول لما بيبان الصورة والاسم اللي على القبر بيطلع إن ده أصلا المكان اللي مدفون فيه أخوه، مش القبر بتاع لولا خالص زي ما كنا فاكرين. وده ملوش غير معنى واحد بس، إن لولا لسه عايشة ودلوقتي قاعدة في جنينة البيت بتاع ماسيمو، وصاحبتها جت تشوفها وتقعد معاها شوية لأن بقالها فترة ما شافتهاش. وبتقول لها هو انت ايه اللي نزلك من الأوضة بتاعتك دلوقتي؟ مش الدكتور قالك إنك لسه محتاجة راحة عشان الإصابة اللي عندك؟ قالت لها انا زهقت عشان بقالي فتره نايمه ومش بتحرك من الاوضه خالص. وقاعدين بيتكلموا سوا، وصاحبتها بتقول لها انها وحشتها، فقالت لها ما تقومي تلبسي وتعالي ننزل نبص على الشغل. وخلاص وصلوا مكان الشغل، والمكان ده بتاعهم هما الاتنين، بيعملوا فيه تصميمات فساتين، وبيبصوا كده لقوا ان جاي لهم دعوه من معرض بيتعمل في البرتغال للازياء، بيقولوا لهم تعالوا علشان احنا حابين ان الفساتين بتاعتكم تكون موجوده في الايفنت ده. وده خلاهم مبسوطين جدا. وبعد ما خلصوا في الشغل طلعوا على مطعم يقعدوا ياكلوا، وهم قاعدين جه للولا تليفون، اول لما فتحت وشها اتغير، فقامت بعدت عن صاحبتها، وطلع ان ناتشو هو اللي بيكلمها. فبتقول له انت ايه اللي خلاك تتصل بيا دلوقتي؟ قال لها انت وحشاني وعاوز اطمن عليكي. وخلصوا كلام وقفلت معاه وقعدت تاني مع صاحبتها. فبتقول لها في ايه مالك يا بنتي؟ مين اللي كان بيكلمك؟ فقالت لها انه ناتشو وانا لسه متعلقه بيه. لولا لما بترجع البيت بالليل لقت ماسيمو قاعد لوحده وشكل مزاجه مش تمام، واصلا العلاقة بينهم ما بقتش كويسة من ساعة اللي حصل، لانه قلقان ومش فاهم ايه اللي حصل بينها وبين ناتشو لما كانوا لوحدهم، وما كانش ينفع قبل كده انه يسألها بسبب ان هي كانت تعبانة جدا، فكان مستنيها تخف وبعدين يفهم منها ايه اللي حصل. فقالت له بلاش نتكلم دلوقتي، خليها وقت تاني عشان انت شارب. وقال لها مش هسيبي غير لما اعرف. قالت له طب انت ليه ما قلتليش ان عندك اخ توأم؟ يعني تقصد تقول ان هو السبب في اللي حصل؟ وهو ما كانش مهتم بكلامها ومصمم يعرف ايه اللي حصل، وفضل يسألها تاني. فقالت له ما حصلش حاجة. قال لها لا حصل. وماسيمو دلوقتي متعصب، بس منظر الإزاز اللي في الأرض خلاها تفتكر لما كانت مع ناتشو. بعد اللي حصل ده لولا مش بتحس بنفسها وبتنام مكانها، وماسيمو بيفضل قاعد جنبها وبيشيلها علشان يطلعها تنام فوق. لولا بتصحى مش بتلاقي ماسيمو نايم جنبها، وبيكون نايم في أوضة تانية، وحتى لما بيفطروا سوا مش بيتكلموا خالص. بعد كده لولا وصاحبتها وهم قاعدين بيعملوا التصميم بتاع الفساتين اللي هياخدوها معاهم الايفنت، وبعدها في طريقهم للفندق اللي هينزلوا فيه لحد لما بيبدأ الايفنت. ولما بيوصلوا الفندق بينزلوا الشاطئ يقعدوا يشربوا حاجة، وهم قاعدين لولا بتبص وراها لقت ناتشو موجود في نفس المكان، فاتخطفت كده لان هي مش عاوزاه يشوفها الصراحة. وخلاص مشوا من المكان ده وقاعدين في مكان تاني. لولا بتطلع تنام بس عمالة تحلم بناتشو لأن دماغها مشغولة بيه جدا. بالليل بيروحوا الايفنت والفساتين بتاعتهم بتعرض هناك والناس مبسوطة بيهم قوي. وفي وسط ده بتقابل أخت ناتشو وتقول للولا إيه الفساتين الحلوة دي، وواقفين يتكلموا سوا. فقالت لها على فكرة ناتشو هو كمان موجود هنا وعاوز يتكلم معاكي علشان يفهمك ايه اللي حصل. صاحبة لولا كانت بتشرب وسكرانة طينة ومش عارفة هي بتعمل ايه، فطلبت لولا من الجارد انه ياخدها يطلعها الأوضة عشان ما تعملش فضيحة، وهو شالها وطلع بيها الأوضة. وهي داخلة الأسانسير رمت الجزمة بتاعتها بره، فقال لها استنيني هنا اروح اجيبها واجي. فهي استغلت الموقف وطلعت تجري لحد لما لقت نفسها
قدام سلم نزلت منه، بس لقت ان الدنيا مقفوله ومفيش قدامها مكان تخرج منه، فقعدت تزعق لحد لما جالها واحد ساكن فوقيها ومش عارف ينام منها. المهم سكتت وفضلت قاعده مكانها تعيط. ولولا مشيت مع ناتشو بالعربيه ووقفوا في مكان هادي كده يتكلموا، بس فضلوا ساكتين ومحدش بيتكلم لان لولا زعلانه من الحاجات اللي عملها ناتشو. وفجاه فتحت باب العربيه ونازله، وهو نزل وراها وبصت له وقالت له: هو انا هنت عليك؟ قصدها انه ضحك عليها وكان بيمثل انه بيحبها، وهو كان فيلم عامله مع ابوه علشان شغلهم مع ماسيتو، وقال لها انه ممكن في الاول كان تمثيل بس بعد كده اتعلقت بيكي. فقال لها: انسي اللي فات بقى وتعالي نطلع البيت. وصلوا البيت وقعدوا يتكلموا، وهو بيقول لها: انت ممكن تبعدي عني لكن بحبك ليا مش هتخبيه. فقالت له: مين قال لك اني بحبك؟ قال لها: اكدبي براحتك لكن عينيكي مش بتخبي. بعد الكلام ده اتوترت وقالت له: انا لازم امشي عشان صاحبتي موجوده هناك لوحدها. قال لها: انا هوصلك. لكن ما قدرتش تسيبه وفضلت معاه طول الليل. والصبح بقى كان الجو جميل، فنزلوا حمام السباحة وخلصوا، وبعد كده ناتشو خدها يوصلها، قعد يكلمها قبل ما تنزل، فبيقول لها: مالك؟ قالت له: ماسيمو يا سيدي اكيد فهم اني ما كنتش بايته في الفندق فممكن يحصل مشكله. فقال لها: سيبك منه وخليكي معايا وانا هحميكي. وبيقول لها: على فكره انا انقذت حياه ماسيمو قبل كده لما البنت ضربتك وانت حصل لك الاصابه، بعدها جت عشان تموته وانا لحقتها وموتها، وهو اكيد ما قالكيش على اللي حصل. وقبل ما يسيبها تنزل وبيقول لها: لو حابه تكملي معاه تمام، بس انا بحبك وعادي لو هستناكي وقت طويل يعني. خلصوا كلام ونزلت، بس وهي ماشيه ناتشو كان زعلان، واول لما طلعت الاوضه لقت ماسيمو في وشها بيقول لها: كنت فين؟ قالت له: كنت في الحفله. لا طب وبعد كده؟ قالت له: بعدها انا حسيت اني مخنوقه قلت اتمشى شويه. لا انت كدابه. فسابته ومشيت، راح وراها واتخانق معاها، فعشان تهرب من الكلام قالت له: قبل ما تسالني حاسب نفسك الاول، انت سايبني طول الوقت ومش مهتم غير بشغلك وبس. فراحت لصاحبتها وبتعيط، فصاحبتها بتقول لها: انت كده هتبوظي حياتك بسبب واحد كان هيبوظ لك حياتك اصلا قبل كده، واللي انت زعلانه عليه كان هيكون السبب في موتك وهو السبب في الاصابه اللي عندك، فكفايه بقى اللي بيحصل ده وحافظي على مسيمه. وخدتها في حضنها علشان تواسيها. صاحبتها برضو بعد كده دخلت تنام، ولما صحت خدت الموتوسيكل ونزلت عشان تقابل ابوها، وابوها هو اللي على الموتوسيكل التاني قام واخدها موديها الاماكن اللي كان بيوديها لها وهي صغيره، وجاب لها الليمون اللي بتحبه وهي كانت مبسوطه، وقالت له: انت بتعاملني زي زمان. وخدها وقاعدين بياكلوا، قالت له: انا كان نفسي اقعد معاك كده من زمان. وهم قاعدين بيتكلموا وصاحبتها كلمتها وقالت لابوها: انا لازم اقوم ارد عليها. وهي قايمه، الاتنين دول شكلهم غريب وعمالين يبصوا لها وهي معديه قدامهم ومش واخده بالها. والمهم وقفت في المكان تكلم صاحبتها اللي قالت لها: مش بترد ليه؟ انتي كويسه؟ قالت لها: انا تمام، انا بس قاعده مع بابا وكنا بناكل. قالت لها: طب اسمعيني، ماسيمو وصل له الموضوع بتاع ناتشو وبقى عارف كل حاجه وعمال قالب الدنيا عليكي وهيوصل لك اكيد، والموضوع شكله مش لطيف لان دي خيانه واكيد هو مش هيقبل بده وهيقتلك. قالت لها: اهدي بس شويه، علشان هو لو كان هيعمل حاجه كان زمانه عملها، وما تقلقيش وانا هسافر اتكلم معاه واشوفه. قفلت معاها وبتبص لقيت ابوها في وشها. قالت له: انا شويه ولازم امشي يا بابا علشان اسافر لماسيمو. فقال لها: لا انا مش هسيبك تمشي النهارده، انت هتقضي معانا اليوم علشان امك تشوفك والصبح امشي. وما اول لما شافتها بالموتوسيكل اتخانقت معاها وقالت لها: ابوكي السبب في انك تحب الموتوسيكلات الزفت دي. وطبعا ما كانتش حاكيه لابوها وامها عن المشاكل بينها وبين ماسيمو، بس امها حست ان في حاجه وفضلت تحكي لهم بقى على كل حاجه حصلت بالتفصيل. الصبح كانت مشيت ووصلت ايطاليا، والعربيه بتكون مستنياها علشان توديها لبيتها. واول لما ركبت العربيه لقت ان السواق هو ناتشو، فخافت وقالت له: ماسيمو فهم كل حاجه وما ينفعش انك تكون موجود دلوقتي معايا. وكانت هتنزل فقال لها: استني، انا عملت المستحيل عشان اجيلك، لان ماسيمو اتفق معانا ان محدش فينا يجي ايطاليا، ولا انا ولا ابويا، فلو حد قال له مش هيحصل كويس، بس انا مش هاممني غيرك الصراحه. المهم خدها علشان يوصلها. المهم وصلوا البيت وكانت صاحبتها مستنياها هناك وخدتها بالحضن وبتقول لها: انا حضرت لك شنطة ليه عشان نهرب من ماسيمو. ولما صاحبتها بتشوف ان ناتشو هو اللي وصلها بتتفاجئ وكانت هتلطم، فبتقول لها: ماسيمو فين؟ قالت لها: في الشاطئ. المهم راحت له الشاطئ وقالت له: انا قدامك اهو جاي علشان اتكلم معاك. قال لها: لا انت استني، انا اللي هتكلم. وقال لها: انا متضايق من نفسي قوي علشان كل اللي عملتيه ده، وبرضه مش هقدر اعمل لك حاجة وهفضل احبك. فقالت له: انت كنت عارف موضوع ناتشو من زمان ليه ما عملتش حاجة وقتها؟ قال لها: انا زمان كان ابويا بيقرا كتاب وقال لي جمله ما فهمتش معناها غير دلوقتي. قال لي: لو بتحب حاجه قوي سيبها تمشي، ولو رجعت تاني تبقى بتاعتك. فهي بترجع له وبتختار مسيمه، وبيخلص فيلمنا لحد هنا النهارده.
لو انت من الابطال اللي مكمل معايا لحد دلوقتي، ارجوك ما تنساش الاشتراك والشير والكومنت واللايك علشان تدعمني، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا ملخصات سمر وعبد القادر.